أصعب حاجة في أي سباق هو آخر متر قبل خط النهاية، وإحنا النهاردة في ليلة 28 يعني خلاص بنفنش، وللأسف الشديد في ناس كتير قوي بدأت تهبط وعزيمتها تقل، والزحمة واللبس والتحضير بدأوا يسرقوا منهم أغلى لحظات في السنة. أنا بقى جاي أقول لك النهاردة إن اللي بيكسب السباق هو اللي بيحط روحه في آخر خطوة. في الفيديو ده هقول لك إزاي تجمع شتات نفسك وتدوس بنزين في الوقت اللي الكل فيه بدأ يريح، فركز معايا. العلماء بيقولوا أن الخيل إذا قاربت نهاية المضمار بذلت أقصى ما عندها لتفوز السباق، وأنت دلوقتي يا صديقي في مضمار رمضان، فأوعى تكون أقل من الخيل في قوتها وصبرها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في محكم التنزيل: استبقوا الخيرات. والسبق الحقيقي بيبان دلوقتي، في وقت ما الناس مشغولة في المحلات والمولات خليك أنت مشغول بالخلوة مع الله. المشكلة إن كتير مننا بيتعامل مع آخر شهر رمضان كتحصيل حاصل وخلاص، ولكن الخلاصة في آخر رمضان. وزي ما قلت لك في الفيديو بتاع امبارح إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشد المئزر في العشر الأواخر من رمضان، يعني بيعلن حالة الطوارئ. أما لو حاسس بالفتور والتعب فافتكر إن هي ساعات محدودة وهيمشي ومش هيبقى معاك غير اللي أنت بذلته في الشهر ده. استغل كل دقيقة في استغفار أو دعاء أو صدقة أو ركعتين في جوف الليل، واحذر ثم احذر إنك تسيب صلاة واحدة بس في المسجد. اوعى دوشة الدنيا وزحمة العيد والكحك والبسكوت ينسوك إنك لسه في تجارة مع ربنا، والتاجر الشاطر هو اللي بيقفل حساباته في آخر يوم بأعلى ربح ممكن. خلي نفسك طويل وكمل لآخر سجدة بقلب خاشع، وفي النهاية العبرة مش بمين بدأ، العبرة بمين صمد وكمل للنهاية لحد آخر لحظة في رمضان وهو بيقدم أحسن ما عنده. فلازم يا جماعة نختم الشهر الكريم واحنا في قمة التزامنا، لأن عيب قوي بصراحة إن احنا نقع في آخر خطوة. استعن بالله واستغل كل لحظة باقية. ابعتوا الفيديو ده لكل أصحابكم وانشروه على كل مواقع السوشيال ميديا لعل حد يهتدي بسببك فتاخد الأجر والثواب بتاعه، فتفلح وتاخد ثواب أنت أصلا ما عملتهوش في رمضان كله. أشوفكم بكرة إن شاء الله.